السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي سعادة وراحة بال. انا ريهام ودي قناتي، وبجد بدعي لكم من قلبي ربنا يبارك في صحتكم وفي اولادكم وفي بيوتكم ويرزقكم راحة البال اللي كلنا بندور عليها. ولو انت جديدة هنا اشتركي معانا في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديو بنزله، وما تنسيش اللايك لانه بيفرق معايا جدا. النهارده مش مجرد فيديو او مجرد روتين وخلاص، لا دي قاعده وفضفضه ونرمي الهم ونضحك على نفسنا شويه. تمام، يلا نبدا اليوم بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده كان الخميس، بس الفيديو ده هينزل لكم متاخر شويه، احتمال ينزل الجمعه لان أنا النت كان عندي بعافيه شويه، فمعرفتش ان انا انزل لكم الفيديو في الميعاد المظبوط. تمام كده. النهارده الخميس يعني لازم نعمل محشي، ولازم نعمل محشي يعني لازم نقوم من بدري عشان نقور المحشي اللي هو الفلفل والبتنجان والكوسة، ونعمل خلطة المحشي لان ده كله بياخد وقت. ومفيش حاجة صعبة على ست البيت الشاطرة. صحينا كده يومنا، بدأناه من الفجر، صلينا الفجر كده ورحت جبت العيش وجبت كمان لبن، وجيت على طول عملت الصلصة بتاعت المحشي، ونقيت الرز وخلطت الخضرة، وعملت التوليفة بتاعت المحشي، كلنا بنعرف نعملها. تمام كده. وقعدت بقى قورت في الحاجة بتاعتي الخضار بتاعي وحشيته زي ما انتوا شفتوا كده. وهنا كمان كنت بحمر الكوسة، بجد بتفرق طعمها، بيفرق لما بتكون متحمرة غير لما بتكون بيضة. تمام. كده المية بتاعت الفراخ غلت، نزلت فيها ببصلاية وورق لورا وحبهان وفلفل اسمر وكمون وكزبرة وعود قرفة كده. دي الفراخ البلد اللي كنا نضفناها مع بعض، وسقطتهم كده في المية المغلية. لما بقطعهم بشوحها، انما انا سايباها كده. كنت عايزه احشيها بصراحه، بس ايه، مش عارفه ايه اللي حصل فكسلت مش حشيتها. تمام كده. وبعد ما الشوربه، الفراخ استوت، انا سقيت المحشي واستوى كده، وحطينا الغدا واتغدينا، وعملنا كمان كوبايه شاي علشان نقدر نكمل اليوم ونفوق كده ونشوف يومنا عايز ايه ومطبخنا عايز ايه وبيتنا وحياتنا. فلازم كده كوباية شاي تفصلك او كوباية قهوة تفصلك عن اللي حصل قبل كده. تمام. جينا هنا لفقرة المواعين والدوشة، واكتر حاجة بتاخد مني وقت في الشقة بصراحة. ما كانش عندي مواعين كتير، هو كان بس مكان المحشي و العشاء بتاع امبارح. انا كانت المية قطع عندي فتعشينا وما غسلتش المواعين. تمام كده. غسلت كده اول حاجه بغسلها الازاء، الكوبايات بتاعه الشاي، او الكوبايات عامه الازاز علشان بتكون السلكه لسه نظيفه، فلازم الحاجه النظيفه نغسلها الاول، وبعد كده هندخل في فقره الدردشه. وزي ما انتم متعودين معايا ان فقره غسيل المواعين دي او اي حاجه بتطول معايا بالذات، اكيد بكون مش عارفه ان انا اتكلم في ايه. مع بعض كده بنشوف نصايح تنفعنا في يومنا او في حياتنا عامه يعني، او ندردش مع بعض كده في حاجات تخص البيت او تخصك انتي او اي حاجه، او تخص مثلا مشاكل بتاعت بيت العيله. كل حاجة نتكلم فيها، اي نصيحة انا اعرفها او فادتني في حياتي هديها لك، مش هبخل عليكي بيها. تمام كده. يلا لو لسه كسلانة قومي كده افتحي الفيديو واتفرجي عليا وشوفيني ان انا وانا متشجعة كده وبشقلب الدنيا. وقومي وشمري كده وخليكي ست بيت شاطرة ونشيطة، وقومي وانطري الكسل، وشوفي بيتك عايز ايه واولادك عايزين ايه. ويا رب اكون عندي حسن ظنكم بيا، وتكون فيديوهاتي بتحفزكم وبتنشطكم كده لما تفتحوا الفيديو تتفرجوا عليا.
بعد ما تخلصي الفيديو طبعا تقفلي كده الفيديو وتقومي جري تشوفي بيتك عايز ايه ومطبخك عايز ايه. ما تسيبيش مطبخك مكركب، علشان كلنا بيحصل لنا ظروف وبنقول يا ريت كنا نظفنا او كنا غسلنا المواعين. اقرب حاجة ان المية ممكن تقطع وانت الحوض مكركب، ممكن تقولي كمان شوية. ولما تيجي تقومي تغسلي المواعين بعد شوية اللي انت قلتي عليها، تلاقي المية قطعة او يحصل ظرف او يحصل لك حاجة، فما بتبقيش ضامنة الظروف. فدايما اول باول خلي حوضك متشطب، ومطبخك بالذات يكون متشطب، لان المطبخ اول واكتر حاجة بتتكركب. فدايما خلي ايدك فيه. وقومي كده يلا انطري الكسل، انا شايفاكي وانتي لسه قاعده. قومي وانطري الكسل كده وتشجعي ويصلي على النبي كده. و قومي شوفي مطبخك وحياتك واولادك، بطلي كسل. احب دايما افكركم يا حبايب قلبي، وانتوا بتشتغلوا في البيت وانتوا بتعملوا اي حاجة، تستغفروا ربنا كتير، علشان الاستغفار بغير الاقدار، وبيبارك لكم في اي حاجة انتوا بتعملوها. وما تنسوش دايما تصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. برضو لان لازم تخلي لسانك معطر بذكر الله. والبيت اللي فيه زوجة صالحة بتذكر ربنا، ربنا بيكون في بيتها وبيبارك لها في كل حاجة بتعملها، سواء أكلها، رزقها، جوزها، عيالها، ربنا يبارك فيه. حتى لما تلهي نفسك بذكر الله ما تفكرش في أي حاجة تعباك أو أي حاجة تضايقك. بالعكس، تكوني سعيدة وفرحانة. بصوا يا بنات، اليوم يعني بقى بيجري بطريقة فظيعة. تحسوا ان ال24 ساعة دول زي ورقة المناديل، ما بتستحمل، يعني اليوم ما بيقضيش معاكي حاجة. عايزة 24 ساعة كمان علشان تقدري تخلصي اللي وراكي. تمام. انا مثلا بصحى الصبح، مع اني بصحى يعني حوالي الساعة 6، ده بكون متأخرة. اوقات بصحى الفجر وبصلي الفجر وببدأ يومي ماشي. بكون ناوية اخلص مليون حاجة بتكون في مخي او في دماغي ان انا عايزة اخلصها. لوهلة او للحظة بفتح عيني كده الاقي النهار خلص ولسه نص اللي ورايا ما خلصش. يعني مثلا امبارح كنت ناوية اطبخ واعمل تنظيف، واعمل كيكة وانضف النيش. تمام. كام حاجة كده كانت في دماغي ان انا اعملها في نفس اليوم، يعني جنب الطبيخ وتنظيف البيت وغسيل المواعين وكده. ده الروتين العادي. بس ان انا مثلا اعمل كيكة، اعمل حاجة للولاد كده تغيير، انزل النيش وان انا اعمله، لا. بس اكتشفت ان النيش لوحده عايز يوم لوحده كده من بابه. تكون انت مشطبة الحوض وعندك اكل عشان تنزليه وتغسليه وتنضفيه وترجعي ترصي تاني. تمام كده. طب والاخر ايه اللي حصل؟ لا عملت كيكة ولا عملت النيش، وكمان كنت لسه مخلصتش المواعين. لان انا بصراحة مش عارفة ليه اليومين دول عندي كسل، وحاسة ان انا مش عايزة اعمل اي حاجة خالص. قعدت كده في المطبخ وحاسة اني في ماتش كورة مش في بيت. وهنا هنا بقى بدأت أفكر، واحنا ليه دايما بنجلد نفسنا، اللي هو بنرهق نفسنا زيادة عن اللزوم. ولو مقصرين في حاجة، يعني لو ما خلصناش كل اللي احنا كنا بنفكر فيه في نفس اليوم في نفس اللحظة، بنشيل الهم. لا عادي، احنا بشر. عايزة اقولك خدي نفس عميق وخدي نفس براحتك. عادي جدا الحاجة لو اتأجلت او عملتها تاني يوم، او قعدت كده خدت نفس وارتحت شوية، عادي برضو البيت هيمشي والحياة هتمشي وهتعملي كل اللي انت عايزاه، ومش هتكوني مقصرة في حاجة برضو. على فكرة مش لازم خالص خالص ان البيت يكون بيلمع ال24 ساعة في ال24 ساعة. احنا بشر مش روبوت. تمام. فطبيعي ان الجسم له راحته. هتحسي اوقات بكسل، هتحسي دايما ان عظمك متكسر.
انا عن نفسي بقوم من النوم بحس ان انا يعني شفتوا اللي دهسها قطر، شفتوا اللي بتكون واقعة من الدور السابع. والله العظيم مش ببالغ، انا بقوم من النوم حرفيا لو مش قادرة ان انا احط رجلي على الارض. تحس ان انا كنت في خناقة، مش كنت نايمة، لا كنت في خناقة. ماشي. في اللي قالوا لي ده نقص فيتامين د. والله جبت حبوب فيتامين د، وعلى قد ما اقدر قللت الاملاح. تمام. آه فالله المستعان، وربنا يقوي كل ام وكل ست بيت شايله مسؤوليه بيت واولاد، كل المسؤولية ذات نفسها بترهق. ان انت تفكري ان انت وراكي مسؤولية، وان انت ما ينفعش انت تتأثري، وما ينفعش ان انت تتعبي علشان بيتك ما يقعش، وعشان اولادك، وعشان كل اللي وراكي. ده في حد ذاته بيرهق. تمام. بعكس طبعا ما تكون انت تعبانة وده كله فوق دماغك، برضو محدش بيرحم. لا ولاد بترحم، ولا زوج بيرحم، ولا بيت بيرحم، ولا اي حد بيرحم. كل حاجة عايزة تكون مترتبة ومتروقة، وكل واحد عايز طلبه يكون فيكون. تمام. فانتي مش هتخلصي على نفسك علشان تخلصي ترويق البيت وطبيخ ماشي كله هيخلص، بس ادي لنفسك وقت كده ان انتي ترتاحي فيه. يعني خلصتي المواعين، مش لازم بقى تمسكي البيت. النهارده مثلا طبخت وغسلت مواعين وكنست كده من على الوش، تاني يوم اشيل البيت مثلا كله وانضفه وامسحه واغسل الفرشة وكده. كل حاجة خصصلها يوم، هتحسي نفسك ان انت بيتك رايق، وفي نفس الوقت انت ما تعبتيش ولا ارهقتي نفسك ولا جيتي على نفسك ولا جيتي على بيتك. تمام. بصوا يا بنات، وسط كل الدوشة دي لازم ندي نفسنا جرعة من السعادة، حتى لو صغيرة. اعملي حاجة بسيطة تفرحك، زي مثلا انك تعملي لنفسك فنجان قهوة وتشربي كده في هدوء. وانا عن نفسي من عشاق القهوة، يعني دي اكتر حاجة بتبسطني، يعني ان انا اخلص كده كل اللي ورايا، وقاعدة اعمل لي فنجان قهوة كده واشربه كده على رواقة، ما يكونش حد في البيت او كلهم يكونوا نايمين. بصراحة في الهدوء دوت مولكيش بتغير لك المود يعني 100%. تمام. او مثلا تعملي مكالمة لحد بتحبيه، او ان كانت مامتك، ان كانت صاحبتك، حد يعز على قلبك يعني بتحبي انت تكلميه، او بيدخل السعادة على قلبك لما بتكلميه. او ممكن تتفرج على فيديو ليا طبعا، هتلاقي دايما نصايح وهتحسي بسعادة وانت بتتفرجي عليا. ده اكيد يعني. ده مش غرور، بس علشان نكون عيلة جميلة كده مع بعض، فلازم تتفرجي عليا وتشجعيني وتعملي لايك وتبسطيني زي ما انا ببسطك، وبعمل لك فيديو يحفزك وينشطك. تمام. طيب، مثلا ممكن تسمعي قرآن، او تسمعي اغنية انت بتحبيها وانت بترتبي البيت كده، وانت بتغسلي المواعين، انت بتغسلي اي حاجة، انت بتنظفي اي شغلانة بتعمليها. يعني لو بترتاحي ان انت تشغلي قرآن طبعا، والقرآن جميل فيه سكينة للقلوب كده. آه، او تشغلي اغنية انت بتحبيها، في نوع كده وفي نوع كده، على حسب يعني انت بتحبي ايه. ماشي. او حتى تقعدي في البلكونة وتشمي شوية هوا كده، بعد ما تخلصي كده اللي وراكي، تعملي كوباية شاي او كوباية قهوة، تطلعي في البلكونة تشمي شوية هوا كده، تاخدي نفس عميق، بتحسي ان خلاص هم وتزحمن على قلبك صراحة يعني. ماشي. الحاجات الصغيرة دي دايما بتفرق جدا، وبتخليكي قادرة ان انت تكملي اليوم بطاقة وبحيوية، ما تخليش طاقتك تروح ابدا، وتكملي اليوم بابتسامة كده تفضل على وشك دايما. يا رب الابتسامة دايما تفضل على وشنا جميعا، وربنا يا رب ما يحرمنا من راحة البال والسكينة والهدوء. أجمل حاجة في الدنيا الطمأنينة وراحة البال.
وانا كمان هسألكوا شوية اسئلة كده، يا ريت يا ريت فضلا منكم وليس امرا، نحسس بعض كده ان احنا اخوات، وزي ما انا بكلمكم كده في الفيديوهات بتاعتي، احب ان انا اسمع رأيكم وتشاركوني حتى لو بقلب صغير كده في الكومنتات. تمام. يعني تشاركوني انتوا. هسيب لكم شوية اسئلة كده ويا ريت تجاوبوني عليها. يعني مثلا انتوا بتتعاملوا ازاي مع ضغط اليوم؟ يعني لما تكونوا مضغوطين ازاي بتتعاملوا مع اليوم؟ بتنشنوا في يومكم ولا بتاخدوا اليوم بصدر رحب كده وتشوفوا اللي وراكم، ولا ايه بالظبط؟ تمام. وتاني حاجة، ايه اكتر موقف مضحك حصل لكم وانتوا بتجهزوا الاكل او بتنظفوا البيت؟ يعني اي موقف مضحك يعني حصل لك وانتي بتعملي اي شغلانة في البيت يعني، عامة يعني. طيب تالت حاجة، ايه الحاجة الصغيرة اللي بتفرحكم وسط دوشة البيت؟ انا لسه يعني لسه مجاوبة على السؤال دوت دلوقتي في شوية نصايح انا لسه قايلها لكم، ان انتوا بعد ما تخلصوا تعملوا ايه علشان تفضلوا مكملين بابتسامة وبنفس الطاقة والباور اللي انتوا بدأتوا اليوم بيه. تمام كده. المهم يا قلبي ما تنسيش ان اي يوم في حياتك له قيمة. حتى لو كان مليان مشاكل، وتحكي على نفسك شوية وسيبيها على ربنا. كل حاجة بتعدي، ويا ريت ما تنسوش الاشتراك والشير واشتركوا في القناة علشان تكبر بيكم. بحبكم جدا واشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله. مع السلامة يا حبايبي، هتوحشوني جدا 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 لحد ما نشوف بعض في فيديو جديد بإذن الله تعالى. اسيبكم كده مع تنظيف البوتاجاز والموسيقى الهادية اللي انا هسيبها لكم دي، ودمتم في امان الله وفي حفظ الله. مع السلامة يا حبايب قلبي.